انا فاكر الموضوع كانه امبارح، لانه فعلا كان امبارح. الجمعه 22 اغسطس. يومها خلصنا شغل بالليل وطلبنا اكل، بالتحديد مكرونه بشاميل. وكانت الساعه 1:15 بعد نص الليل كده. كانت اخر مره شفت فيها حته المكرونه بتاعتي. في وقت معين من اني قمت رحت الحمام، وبعدها رجعت المكتب على طول. ببص على طبق المكرونه، مفيش مكرونه. يلا ساعتها كان في 2 تانيين بس في اخويا احمد هشام والحاج جمري، والاتنين انكروا اي علاقه بينهم بحته المكرونه. انا هعمل كده ليه يا صاحبي؟ انا عمري ما اعمل كده ابدا. كنتش عارف اعمل ايه، بس لحسن الحظ ما كنتش مضطر اواجه كل ده لوحدي. انا عمر نصر الدين، محقق جنائي تقاعد. انا ساكن في الشقه اللي فوق مكتب استاذ محمد، وسمعت كلام كده يعني وزعيق عن الحادثه اللي حصلت امبارح، فنزلت اطمن بنفسي واعرف ايه اللي حصل بالظبط. انا لسه مش مصدق اللي حصل. انتوا بتستغفلوني، بتاكلوا المكرونه وتسيبوا لي شويه بواقي في الطبق. انا ما بحبش البواقي. احنا الحقيقه بنتعامل مع شخص مريض نفسي. لا، اللي بيحصل ده اسمه قله ادب. انا لسه متغدي اصلا، مش بتاع مكرونات انا. ازاي يسيب بواقي المكرونه في الطبق؟ ايه قله الذوق؟ بقول لكم ايه، انا مش فاضيانكم، انا ورايا غسيل. اصل بالعقل مفيش الا انتوا الاتنين بس في المكتب، انتوا هتجننوني. الوضع صعب حقيقي، ده مش طبيعي، بس ما اضحكش عليك، انا بدور في الموضوع من امبارح ومش ساكت خالص.